درجه الحراره دلوقتي سالب 12 تحت الصفر. ساقعه يبقى عايزه ايه؟ عقده. عقده دي اكله يمنيه اصليه تتاكل مع الخبز اليمني. جربت واحد من اجمل المطاعم اليمنيه اللي موجوده بنيو جيرسي، ودي اجمل الحاجات اللي جربتها. زيت الزيتون وزعتر. زيت الزيتون مش باين فيها من طعمه، انا فاكر زيت الزيتون هيبان بس ما بانش. ده ما يدل ان طعم السلطه نفسها قوي. سلطه يمنيه، بيقول لك السلطه دي يمنيه مع صوص مكسيكي، عامل زي بالظبط ما تكون متجوز واحده يمنيه وواحده مكسيكيه، اتنين في واحد. الكبسه اليمنيه، الكبسه اليمنيه نزل عليها صوص السحاوي دك 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 دك. بعدين ندخل بقى ايه؟ صوابع. انا مش عارف اكل بايدي خالص، الموضوع بالنسبه لي صعب، هنحاول. لا والله تحفه، فيها روح من الكبسه السعودي بس بطريقه مختلفه. السعوديه واليمن ايه؟ واحد. دي بقى اشهر حاجه الناس كلها بتيجي المكان علشانها، وهو دجاج الشوايه. لسه كمان في دجاج المندي، هنشوف بقى حوار الدجاج الشوايه ايه. اول حاجه الرز، رز مندي. التوابل اللي على الفراخ تحفه، شويها كمان جميل. يعني هي فراخ يا جماعه لا مهريه، ده الدلع كله. مندي فراخ بنت ناس والله متعلمه بره. يعني شوف منظرها تحس ان هي متعلمه بره. انا جربت مندي كتير الصراحه، فراخ طعمها ما شاء الله يجنن. مش عارف بقى السر في ايه، السر في البهارات، السر في طريقه التسويه، حتى لونها. والله ما معظم المطاعم بتطلع لك اللون ده بتاع الفراخ. في فيديوهات قبل كده كتير من الناس في اليمن بيطلعها نفس اللون نفس الشكل، ودلوقتي انا فهمت الطعم. لعشاق اللحوم والستيك انا بتاسف لكم اقول لكم لو معانا ده مش هينفع اي حاجه ثانيه. ده صراحه تحفه يا جماعه. اما بقى بالنسبه للعقده فهي مفيش اسهل منها، عباره عن بصل مع توم مع طماطم، بيبدا ان هو يقلبهم كويس مع بعض، ينزل عليهم بمعجون الطماطم ويفضل يقلب فيهم، وبعد كده ينزل عليهم بالدجاج المشوي، وبعد كده يضيف عليهم خضار، ويبدا بقى ينزل التوابل عباره عن ملح وفلفل وكمون، ويبدا بقى يقلب فيها لغايه ما تبدا ان هي تنشف شويه، وبعد كده يحطها في الطبق ويزينها. صراحه والله العظيم طعمها خطير. وحلاوتها بقى نعمل بقى فيها ايه؟ نعمل اللقمه دي كده وبيكوا على الايه وعلى عصره ليمون. واكتر ميزه بحبها في المكان ده انك سهل انك تركن العربيه فيه. الحلاوه دي كلها بقى فين بقى؟ بيت المندي بليفتون بنيو جيرسي.